وبقيت اقول لك انت انا مامتك مش صاحبتك. احنا صحاب، بس انا في الاخر ماما حبيبتي مش صاحبتك. احنا لا، الجيل بتاعنا عانى وتعب لا لا، احنا كأمهات ده كتر خير الدنيا ان احنا طلعنا عرفنا نتعامل مع بني ادمين وان احنا نربيكوا كده. ماشي. فانت شايفه ان البنات بتاع الجيل بتاعنا ده اتدلعوا اه طبعا. زياده عن اللزوم؟ اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اما يفتحوا يلاقوا مثلا واحده زي السوزي الاردنيه بتقول له ايه في الشارع اللي وراه بتكلم ابوها وبترد عليه كده، فطبيعي جدا هيسمعوا. هيقلدها ويبتدي يكلم امه وابوه بالمنظر ده. لا، الوضع زمان كان مقفول قوي قوي. كان ما ينفعش بنت تروح تقول لمامتها انا بحب فلان، ما ينفعش ابدا باي شكل. لا، المشكله ان البنات اصلا في السن ده بتتكسف تتكلم عن حاجه زي كده، فالام اللي هي لازم هي اللي تبدا تفتح معاها موضوع. لا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا اهلا وسهلا. وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا قررنا نفتح نقاش، وهو جيل ماما وجيلنا. هنشوف مين اللي عنده الصح، وهل احنا جيل اتربى واتدلع زيادة زي ما بيقولوا، ولا هما كانوا جيل قاسي شويتين تلاتة. فهنسأل شوية أسئلة، أنا هرد عليها من وجهة نظري، وماما ترد عليها من وجهة نظرها. والنهارده انا في الفيديو ده بمثل جيل الامهات، هعبر عن وجهة نظرنا كأمهات في الجيل الجديد، وهنناقش مع بعض 8 قضايا مهمين جدا بيحصل فيهم خلاف كبير بين الام وبنوتتها. يلا بينا ونقول بسم الله. أول قضية بقى هنتناقش فيها أنا وماما، وهي الفرق بين تربية زمان وتربية دلوقتي. لا، مش زمان قوي يا اسراء والله. انا مش من مواليد 14 يعني، لا انا مولودة يعني اوائل الثمانينات. حضرتش القرش؟ الحاجات دي بالنسبة لنا مش ماشي، موجودة. اتفضلي اتفضلي. الفرق بين تربية زمان وتربية دلوقتي ان احنا اتربينا على ايه؟ الانفتاح، وعلى ان احنا لما يحصل حاجة مضايقانا نتكلم فيها. يعني مثلا دلوقتي او زمان ممكن كانت الام بتمسك بنتها لما بتعمل حاجة غلط، بتمسك بنتها تضربها حتة علقة موت. لكن دلوقتي احنا اتربينا ان احنا نتكلم مع مامتنا. لا، انا ما بحبش الاسلوب ده، انا ما بحبش التربيه دي. وانا شايفه ان ده مش يعني مش انفتاح او مش قله ادب. لا، دي حاجه كويسه. احنا بنقول الفرق بين جيلنا وجيلكوا في ايه؟ في تربيه التربية. تربيه زمان وتربيه دلوقتي هل بتختلف؟ اه هل طبعا. تربيه دلوقتي بصي الجيل هقول لك حاجة، جيلنا؟ طب انا هقول لك حاجة يا اسراء، هي التربية ما اختلفتش ولا حاجة. هي عقلية الام هي اللي المفروض بتختلف. ليه؟ لان انت ممكن تلاقي ست من جيلي ربت ولادها بنفس التربية اللي مامتها ربتها لها. يعني بالظبط. مثلا مامتها عقدتها في حياتها، مامتها كانت بتتعامل بالضرب، فطلعت مع بنتها برضو بتضربها وبتشتمها وبتعنفها وكل الحاجات الصعبة قوي دي. ما قدرتش هنا تفصل بين تجربتها الصعبة اللي ماما ربتها بيها وبين تربيتها لبنتها، فقررت نفس المأساة. بصي يا إسراء، أنا مختلفة جدا في مسألة زمان ودلوقتي. ما ينفعش زمان ودلوقتي ليه؟ لأن هنا أنا بتكلم وبراهن على وعي الأم. لو الأم وعيها مش حاضر ومش مدركة لكل المشاكل النفسية اللي اتعرضت لها من أمها هتكررها تاني مع بنتها. الطبيعي جدا ان انا اربي بنتي على الحوار، على انها تناقشني اي حاجه تحصل مهما كانت ما تخافش وتيجي تقولها لي. ده بيتكون نتيجه وعي الام. لكن تعالي انا مثلا هتكلم عن تربيه زمان اللي انا الامهات اتربيتها. زمان اه. اللي هو انفتاح. البنت بترد. لا، الانفتاح اصله هنا. بتعترض. البنت بتعترض. لا، مش بتعترض ما. ادفنوها. لا لا، يعني تربيه زمان كانت بالضرب، بالخوف، بالتهميش، بالتقليل. ويا سلام بقى لو الام مريضه او ام نرجسيه مثلا، او ام عندها ومقارنة. عقد ومقارنه، وام عندها عقد هي مش حاسه بيها وبتتعامل بكل الافكار اللي جواه، بتطلع كائن مشوه جدا لا نافع نفسه ولا نافع غيره. هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه، ان هي ايه تربية زمان. كانت الامهات شايفة ايه؟ كانت شايفه اكسري للبنت ضلع يطلع لها 24، بالظبط. خوفيها، اضربيها، لكن احبسيها. انت شايفة ان تربيتنا احنا دلوقتي كويسة؟ اه طبعا، بس في حدود. انا بشوف في دلوقتي النهارده يعني ايه انفتاح؟ ما اصل انفتاح دي برضو كلمه كبيره قوي. يعني ايه انفتاح؟ اقف مش تبجح. ارد وابجح واطول لساني عشان ابقى انا كده مربيه بنتي التربيه الحديثه؟ لا طبعا. ان البنت ما تعرفش حدودها، يعني كتير قوي.
تعرف حدودها. انت ممكن تعرفي لبنتك حدودها بس بطريقه هاديه، طب انا مش اقول لك، بالضرب زي زمان. عشان البنت تعرف حدودها كانوا بيعملوا ايه زمان؟ اصلا البنت اصلا ما كانتش يا حبيبتي ب ب ب ما ب كانت ب ما بتلحقش تقول حاجه اصلا عشان تعرف حدودها. دي هي ملهاش حدود اصلا، هي كائن كده وخلاص. لا الفكره ايه، يعني انا لان انا ربيتكم انت واختك على ان احنا صحاب. ايه اللي حصل؟ وانا كنت عايزه اناقش الجمهور بتاعي في حاجه زي كده. مي بدات من كتر ما احنا صحاب بدات تنسى الحدود اللي بيني وبينها. نسيت ان انا ماما وهي بنتي، لانها صاحبتي فبتهزر معايا هزار الصحوبيه. دي التربيه الحديثه. لكن لا، بس بحدود. انا هي انا انا ما جيت بتخرجش عن مرات اقول لا، الحدود. وبقيت اقول لك انت انا مامتك مش صاحبتك. احنا صحاب، بس انا في الاخر ماما حبيبتي مش صاحبتك. احنا مراعين كده، احنا لا مش بنختلف. لا، ما هي في بقى برضو النقطه دي. انا بشجع الامهات ان هم يبقوا صحاب ولادهم. فالتربيه الحديثه النهارده بقيتي البنت بتتطور على امها جميل جدا، كانها بتكلم واحده صاحبتها. لا انا مش صاحبتك، ما انا ممكن مامتك. بصي، ما هو ممكن اكلمك كواحده صاحبتك عادي، ما انا بكلمك دلوقتي كواحده ماشي. بس باحترام يعني. ايوه يعني ما لساني ما يطولش عليكي، ما ايوه. مدش. ما انا مثلا ممكن اهزر مع صاحبتي كده مثلا، اه فما اه ينفعش اعمل كده. اه ممكن اهزر مع صاحبتي فاشتمها شتيمه في النص. اه. لا بتفرق بقى يعني، بتفرق كده لا عن كده، ممكن بقى والام هي اللي بتحدد. لا طب ما هي ممكن بقى الابنه بتعمل ايه؟ ممكن تعيب على امها، تتريق على امها، تقول لها انا بهزر معاكي. لا ما بتهزريش، انا ماما. في النقطه دي بقى ممكن الام تكلم بنتها، تفهمها ان في حدود. ما طبعا جنب ان احنا صحاب. بس بهداوة، مش بضرب، لا مش ما بقلة فيش ضرب أدب، مش طبعا. بأي حاجة، لا ما فيش. بهداوة. اللي حصل ده ما ينفعش، ومش هسمح ان هو يتكرر تاني، ولو قرر تاني بقى في عقاب. مم. لكن زمان طبعا ما كانش فيه الكلام ده. لا ما فيش خالص، ما كانش بالظبط. في مجال اصلا ان احنا للكلام. نقعد ما فيش هو في مجال للتلطيش بس، انا بتضرب دي بس. في دي في دي صباح الخير، خدي بالقلم بس كده. ماشي، ندخل يلا على القضية التانية. اتفضلي. لا الجيل بتاعنا عانى وتعب لا لا، احنا كأمهات ده كتر خير الدنيا ان احنا طلعنا عرفنا نتعامل مع بني ادمين وان احنا نربيكوا كده. تاني قضية، هل البنات بتاعت دلوقتي اتدلعوا زيادة عن اللزوم؟ انا شايفه ان لا، لا ما عبري عن جيلك، مش انت مالكيش دعوه انا ماشي. مربياكي ازاي. ايوه، ما انا بتكلم باسم البنات كلها اه اللي من الجيل سني. بتاعك. لا انا شايفه ان احنا ما تدلعناش يعني. لا ما تدلعناش يعني، حاسه ان احنا بناخد حقوقنا الطبيعيه يعني بس احنا برضو لازم ناخد بالنا ان كل البنات مش عندهم نفس الام. بالظبط ده اللي انا بتكلم فيه. فاهمه؟ فلا احنا ما. وعي الام هنا بيفرق جدا. طبعا. وعي الام. بس انا شايفه برضو الجيل بتاعنا احنا كان عندهم وعي كبير قوي، اللي هو جيل اللي احنا اتجوزنا في التسعينات. يعني ده الجيل بتاعي انا، جيل الامهات. عندنا وعي كبير جدا. طبعا في فئة لسه بتكرر نفس الاخطاء، الضرب والحبس فئه كبيره، والتقليل. فئه كبيره. معقولة الجيل بتاعك انت شايفة صحاب كتيرة قوي من صحابك اه عندهم الام الشديدة الصعبة ما دي؟ ما يعني انا تقريبا كنت لسه عامله لهم فيديو عن ازاي الام تصاحب بنتها، فكنت بحكي لهم لما كنا قاعدين انا واصحابي في كافيه عادي، مم. وكل واحده بدات تحكي عن مامتها. مم. فمعظم البنات لحد دلوقتي في سني اهو، معظم البنات لسه برضو بيهابوا مامتهم ما تعرفش حاجه عنهم اصلا. طب بالامانة انت قلتي ايه؟ بالامانة انا طبعا ما اعرفش. انا قلت ايه؟ لا عادي، انت صاحبتي من زمان وهم عارفين، يعني هم عارفين ان مامة اسراء صاحبتها. هي بتقرص في حاجات طبعا لازم. بس يعني بتعدي، يعني بنعرف نتناقش فيها انا وانتي، مم. وبتعدي يعني. مم. ماشي، فانت شايفه ان البنات بتاع الجيل بتاعنا ده اتدلعوا طبعا. زياده عن اللزوم؟ طبعا. 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 خلي بالك هو يعني قايم دلوقتي الجيل بقى الصغير اللي هم طالعين في ابتدائي. الامهات بتوع الجيل الجديد دول بيحاربوا، امهات الجيل ده بيحاربوا اللي هم انتوا مثلا ان شاء الله، ما ربنا يكرمك وتجيبي عيال ان شاء الله، ربنا يرزقك يا رب. بيحاربوا التربيه الحديثه، مش بيحاربوها متضايقين منها. ليه؟ لان نتج عنها سلوكيات مش احسن حاجه. في فرق بين، معلش، الجيل بتاع دلوقتي والجيل بتاعي. عشان الجيل بتاع دلوقتي أنا مش بتحدث عنه خالص، عشان طالعين عيال ايوه مش متربيه. سفهاء. ايوه مش متربيه. فانا لا، انا ماليش دعوه يرد على بالجيل. الكبير، ماليش دعوه مفيش بالجيل. احترام للكبير. لا الاطفال بتاعت دلوقتي ما بقتش اطفال، دول عارفين حاجات انا ما اعرفهاش. لا لا الفكره يتكلموا معايا في حاجات كان الناس لا كبيره قاعده تتكلم معايا. لا لا، هي الفكره ايه؟ الجيل بتاعنا اما قابل صعوبات كتيره قوي من مامته وباباه، فطلعنا مركزين قوي ان انا مش عايزه اكرر التجربه الصعبه
مع ولادي. ففتحنا لكم الدنيا، الحاجات اللي ما كانتش مسموحه لينا، لا ردي هاتي حقك، اقفي وردي عليا وتناقشي ومش عارفه. فبدا الجيل بقى اللي بعديه يربي عيالنا على بيقف طريقه على النقطة اوسع. دي. ايوه اوسع، ايوه ايوه رد، ايوه بجح، ما تحترمش الكبير، مش عارفه ايه. ف يعني انا مش عارفه اقول الجيل بتاع دلوقتي اللي هو ايه، جيل البنات اللي قدك اللي بداوا يتجوزوا، ولا الجيل الاصغر، ما انا مش فاهمه. لا انا بتكلم دلوقتي الجيل بتاعي اللي هو من جيل الالفينات ايه مش لا الجيل الجديد بقى اللي هو من اول جيل 2023 اه ل 25 دول عيله اولاد الأدب ما تربوش. يعني وش كده ما الاطفال. هو دلوقتي الاطفال في الشوارع مش اطفال، مم. البنات اللي في اعدادي السوشيال ميديا طالعين ماسكين التليفون. بالظبط. فدول ما يسموش اصلا اطفال، دول معلش، فئة اطفال الجيل ده معانا. الجيل ده اللي هو 15 و13 وده، اما يفتحوا يلاقوا مثلا واحده زي السوزي الاردنيه بتقول له ايه في الشارع اللي وراه بتكلم ابوها وبترد عليه كده، فطبيعي جدا هيقلدها اه ويبتدي يكلم امه وابوه بالمنظر ده. بس بص العيال اللي هم مثلا عندهم 13 و15 سنه دلوقتي فهم برضو ايه مش يعني لسه برضو قريبين من الجيل بتاعي، دول لو اتقرص عليهم شويه هيتعدلوا. لكن بقى في اطفال طالعه دلوقتي وحشين قوي، متربيين على التربيه الحديثه بقى اللي تربيه هو حديثه جدا زياده عن اللزوم، اللي هي ما فيش ما بيخافوش. يعني دول ما بيخافوا، ما تعرفيش تتعاملي معاهم. مم. دول تشوفيهم يبجحوا فيكي تمشي ما ترديش عليهم. مم. لا، فانا شايفه ان الجيل مثلا بتاعك اغلبه منضبط. يعني يعني نص منضبط. نص ممكن يكون، اه اللي هي النص الاخير كمان النص اه الاخير. اه يعني من اول مثلا 2022 كده الجيل ده بدأ ايه ينحرف شويه، لكن من جيل الفينات لحد مثلا ال 22 حاسه ان هو معتدل مم. بالنسبه لانا وصحابي وصحاب صحابي وقرايبنا والناس مم. اللي في سني. لا هم انا شايفاهم ناس مش معتدل، لا هو كل حاجه جيل مظبوطه، منضبط. دلع مظبوط، كل حاجه مظبوطه. اه تالت قضية وهي العلاقات زمان ودلوقتي. العلاقات هنا اللي انا قصدها يعني الحب وكده يعني البامبي والرومانسية والحاجات دي. لا، احنا زمان بصي هو الحب موجود من من يوم ما ربنا خلق الدنيا، موجود. ما انت شايفة بقى ايه يعني الحب على ايامنا هل انا كماما ربيت ولادي، اول كلمه قلتها لبناتي الحب مش عيب. دي اول حاجه انا قلتها لولادي، لانه مش شعور لازم اعمله واستخبى واتدارى واعمله من ورا ماما. الفكره ان انا كنت عايزه ادخل لاولادي من المدخل ده، واخدين بالكم؟ يعني بسبق بخطوه دايما. لكن طبعا على ايامي ده كانت نسيبه سودا. لا لا، الامر طبعا كان حب، ده قطع رقبه بهدله. فكنت زمان ممكن تلاقي بقى ايه، لا الوضع زمان كان مقفول قوي قوي. كان ما ينفعش بنت تروح تقول لمامتها انا بحب فلان، ما ينفعش ابدا باي شكل من او ايه بقى الاشكال. الكلام اللي هو انا بكرش على ما عندناش كراش بقى، كان انا الجو بكرش على بتاعي الجو. كان اسمه ايه الجو. الجو ده؟ الجو. ايه الجو ده؟ ولغايه دلوقتي تقولي الجو الناس تفهم، هتقولي كراش ومش كراش. لكن بقى الجيل الجديد، ما انا بقول لك وعي الام سبحان الله، تلفي 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 وترجعي لوعي الام، هي اللي بتحدد طبيعه العلاقه بين البنت ايوه طبعا. ومامتها بتمشي ازاي. هنتكلم في العلاقات. الوعي الام هنا ايه؟ ان انا اعرف بنتي الحب. الحب مش عيب، لكن العيب ايه؟ اما اعمل باسم الحب حاجات غلط. لما اكلم ولد في التليفون، لما انزل استخبى واسيب درس واسيب مدرسه واروح امشي مع ولد في الشارع، لما ده الغلط اللي البنت بتعمله، هي مستخبيه. لكن مفهوم الحب عادي، كلنا ممكن نحب. طب الحب ده هيدفعني امشي في انهي طريق؟ امشي صح ولا امشي غلط؟ لو غلط يبقى ده ما اسموش حب، في ضوابط. في ان انا عندي اهداف. البنت الفاضيه بتبتدي تدور على حاجات مش صح. الصحوبيه، ان انا متابعه بنتي من بدري هي مصاحبه مين، تمشي مع مين، صحابها في المدرسه شكلهم ايه. وارد جدا وممكن جدا البنت تقضي فتره مراهقتها الام ما تحسش بيها. ليه؟ عشان في علاقه حلوه، ماما ماليه الحته الفاضيه اللي بتقع فيها البنت في وقت المراهقه. احنا دايما مع بعض، دايما سامعاها وبفهمها، تيجي تكلمني في الحب ففهمها، ما اتكسفش، ما اخجلش، ما غيرش الموضوع. لا، ده انا ممكن اقول لها انا قصه انا. لا المشكله ان البنات اصلا في السن ده بتتكسف تتكلم عن حاجه زي كده، فالام اللي هي لازم هي اللي تبدا تفتح معاها موضوع. لا، ده ما بتتكسفش، لا،
الام لما بتبقى مصاحبه من بدري وتكلمها من بدري مبقاش في كسوف. مش عارفة، بس الموضوع ده محرج يعني بالنسبة بقى للبنات الصغيرة، يعني اه بالنسبة للبنات الصغيرة فالموضوع بالنسبة لهم محرج ان هي تفتح مشاعرها لمامتها. انا في ولد بقى شافه بصلي وانا بصيت له كده، فاهمة؟ مم. فتتكسف تحكي كده. والله اقول لك حاجه، الام برضو مهما كانت صاحبه ولادها لازم تبقى مراقبه ولادها كويس جدا، ماسكين التليفونات بيكلموا مين، ما ينفعش بس يبقى بقى ايه فيه. يعني، بيبقى طب ايه رايك في ان بالراحة، مش اللي هو فاهمة اللي هي حب استطلاع بقى تروح رامية كده عينيها في يعني برضه الحركة دي وحشة جدا. طب البنات الصغيره صح ان هي البنت تعمل باسورد تليفون ماما ما تعرفوش؟ لا طبعا، ما هي لو هي عامله باسورد تليفون ما تعرفوش يبقى هي عامله حاجه غلط. ومش عامله حاجه غلط ان هي لازم تكون بتكلم ولد، لا، ما يعني ممكن تكون عامله حاجه غلط تانية عادي جدا يعني. زي ايه؟ عادي. ما انا عايزه افهم زي ايه الحاجه التانية غلط يعني. لا هو ده، هو البنات بتقفل الباسورد بتاع التليفون، بتكلم حد بيتقفل التليفون باسورد والماما ما تعرفوش. ممكن هي مثلا يعني ممكن مامتها تكون مضايقاها في حاجه جامده قوي، فممكن هي وصاحبتها يكونوا بيتكلموا عن يعني هي على مثلا مامتها. بتشتكي من مامتها. انا مش عايزه اقول كده يعني عشان ما اقولش لا يعني الستات عادي، لا على، عادي. يعني ممكن تكون هي متضايقه من مامتها في حاجه ومرتاحه لصاحبتها دي، فبتتكلم على مامتها عن حاجات هي مضايقاها منها، ما هي لازم تفضفض. مم. ف... فمش لازم ان بنتك عامله باسورد يبقى بتكلم ولد، مش لازم خالص. مم. ممكن تكون يعني عادي. عموما مش عايزين نفتح في الموضوع ده كتير عشان ايه، متشعب قوي يعني الفكره طب ان. انت شايفه حب الصالونات ولا الجواز عن حب؟ انا بحب السؤال ده على فكره. لا والله انا شايفه ان الاتنين فاشلين. الجواز اصلا ان شاء الله ربنا الجواز يسعد كل مشروع الناس. فاشل. مش دايما، مش دايما، لا، بس هو صدقيني. مشروع فاشل بنسبه كام؟ بس بتفرق طبعا على حسب جوزك، ماشي. بس هو في العموم جوزك حلو وجوزك وحش بيبقى مشروع فاشل بنسبه 30% بس. لو جوزك طبعا وحش وشخصيه وحشه هيبقى فاشل ككل، يعني مفيهوش كلام. لا هو بصي انا بشوف ايه، ان الجواز. احنا بس مش عايزين نغير الموضوع. انت شايفه ان الفتره دي الجواز عن حب احلى ولا الجواز صالونات؟ ما هو لو عن حب، يا ترى السن اللي البنت والولد قابلوا بعض فيه عندهم كام سنة؟ ما هم لو صغيرين هيفشل، لانهم مش فاهمين، فاكرين الحياة حب في حب. اما يتجوزوا يلاقي عقبات كتير ما بيكملوش، وده بنشوفه لغاية دلوقتي. ايوه بيبقوا عن حب كتير. يتجوزوا، بعد شهرين ثلاثة سنة بينفصلوا مبهدلين بعض. ايوه طبعا. طيب جواز الصالونات. على فكره هو نفس الفكره. هو طبعا، بس ما انا بشوفه جواز محترم اكتر. ما هو بس هي بصي، الفكرة ما ايه هو بقى؟ لما يتخطبوا سنه، اصل السنه برضو مش كفيله ان انت، يعني فتره الخطوبه كوم والجواز كوم تاني، يعني خلينا عارفين. فممكن لما يتجوزوا يكتشفوا حاجات تانية عن بعض، ما هو ده بقى اللي انا بتكلم فما فيه. يتفقوش طب فينفصلوا. ما انا بتكلم في كده بقى في مسألة ايه، ان فترة الخطوبة بتاع جواز الصالونات مش لازم يبقى عاطفة بس، ايوه نتكلم طبعا. في كل حاجة. بصي يا ماما، حتى لو اتكلموا عن كل حاجه ما سافوش فتفوته فالجواز، برضو وان انت العشرة تصحي بقى. كل يوم في نفس الوش ده بيبين لك حاجات اكتر. العشرة بقى ما هو ده طبيعي سواء. لان يا جماعه عايزه اقول لكم فتره الخطوبه سواء الولد او البنت بيحاولوا الاتنين يظهروا احسن صوره ليهم. احسن صوره للبنت بتظهرها، يعني ممكن مثلا تكون بنت مش مهتمه بنظافتها الشخصيه بس خطيبها جاي لها النهارده، قبلها باسبوع بتظبط في نفسها. وممكن يعني الكلام ده برضو على الراجل، ممكن ما يكونش نضيف شخص يعني مهتم بنفسه، ويجي بقى اليوم اللي هيجي لها فيه عريس. فاهمه حاجه؟ مم. يعني بقول لك لو اتكلموا في كل حاجه بيظهر برضو طبعا لا حاجات كتير ما جدا. هو بقى ده اللي يعني انا شايفه فتره الخطوبه بالنسبه لفتره الجواز فهي 20%، مش اقل كمان. الجواز ده فبيبين لك واحد حاجات على كتير عشرة. قوي. طبعا الجواز عشرة، ما انا بقول بقى جواز الحب جواز الصالونات، العشرة هي اللي بتبين العشرة. ماشي. وان كل واحد يدخل الجواز يا اسراء. انا ما عنديش مشكله مع جواز الحب، ما عنديش مشكله على فكره معاه، ما عنديش مشكله مع جواز انت عارفه الصالونات. جواز اهم الحب، حاجه العشره. عارفه جواز الحب يكون حلو في امتى؟ مم. يوم ما انت تبقي ايه مرتبطه براجل وانت عارفه ان هو راجل، مش مهم السن، بس انت عارفه ان هو راجل هيسد،
مش هتخانق بقى معاكي على حته لانشو وحته جبنه والكلام ده، لان يعني العيال الصغيره اللي يعني صغيرين هي حته الشوكولاته في الثلاجه هي فتحت ما لقيتش حته الشوكولاته هتمسك فيه يعني. فلو انت يعني انت تبقي عارفه اللي معاكي ده دماغه كبيره، هيعديلك لو انت صغيره في السن، هيعديلك حاجات كتير قوي. لكن ما يكونش هو مثلا مش قادر يتحمل مسؤوليه، دماغه صغيره بيتخانق على كل حاجه، ما انت كده مركب عمرها ما هتمشي، وخلي بالك هتغرق في النص. في حاجات بتبان برضو في فتره الخطوبه، سواء عن حب او ده، بخيل، عصبي، لا بخيل بيمد دي ما ايده. بتبانش، ما بتبانش خالص. بخيل دي لا، الهدايا اللي بيجيبها نوعها ايه؟ بيجيبها ما من هو مكان. ممكن يا حبيبتي يجيب لك هدايا في فتره الخطوبه لا، مش كويسه. هيهون عليه، مش هيهون عليه. مش عارفه بحسها مش بتبان لا، يعني بتبان بتبان. الب... مش عارفه، مش عايزين يلا، نتعمق في الحكايه. خلينا انتوا ما كده. تتجوزوش، لا لا، خليكم قاعدين مع اتجوزوا، لا مامتكم، لا، مامتكم اتجوزوا. جميله العيشه دي احلى. لا لا، اتجوزوا، الجواز جميل، بس اهم حاجه تختار الست صح. تختار صح دي بقى، بختك يا ابو بخيت. اه بطيخه. بطيخه، الجواز بطيخه. رابع قضيه هنتكلم فيها، وهي هل الصحوبيه بين الام وبنتها تنفع؟ طبعا، تبقى اجمل صحوبيه في الدنيا كلها. طبعا زمان ما كانش فيه الكلام ده، فاحنا مش عايزين نتكلم بقى ايه على الجيل زمان اللي هو ايه قبل الالفينات ده، ما مش هنحتسب. لا والله يا اسراء، يعني انا على جيلي كان في الامهات بتوع صحباتي، كانوا صحابهم جدا. كنت انا بقعد اقول اتمنى يا ريت الام دي كانت مامتي. هو انا ما ينفعش الام دي تبقى مامتي؟ لا، كان في نسبه كبيره، بس يعني الاغلبيه العظمى كانوا كانوا الصعبين الشداد. قاسيين. فلا تنفع طبعا، دي اجمل صحبه. البنت بتفتح عينيها على مامتها، طبعا. اقرب حد ليها. لو الام ما طمنتش بنتها بصي لو وقعدت. الام ما طمنتش بنتها زي ما انا عامله لهم فيديو، الام هي الوحيده اللي بتخسر. والبنت لا مش البنت، لا، البنت هتلاقي اللي يسمعها، هتفضل. خالتها، بقول لك ايه، صاحبه مامتها. لا، مفيش حد زي الام. هتفضل عندها فجوه، في فجوه، في حته مش فاضيه عارفه، مش جواها. حاسه. يعني لا صاحبه بتملاها ولا قريبه بتملاها، خالتها. وبيبقى في عقده بقى. طب انا عندي واحده صاحبتي بجد يعني بدون ذكر اسماء، هي مامتها ممكن تكون صعبه شويه. ليه؟ لانها شايله مسؤوليه، مامتها شايله مسؤوليه كبيره، فهي ما عندهاش وقت ان هي تصاحب بنتها، ما فيش وقت، هي شغاله والله يعينها يعني. فهي مصاحبه خالتها قوي، يعني خالتها تعرف حاجات عن امها اكتر منها بكتير يعني. ف يعني زي ما بقول لكم، البنت هتلاقي اللي يسمعها وهتلاقي اللي يسد الفجوه دي. ما هو ممكن الحد ده يبقى غلط. ما ممكن طب دي بختها حلو انها ماشي. خالتها. ما انا بقولك عشان كده الام هي اللي هتخسر لما تلاقي ان خالتها عارفه كل حاجه عن بنتها، وهي لا زي غريبه، لا، هي عايشه مع مفيش بنتها حاجه اسمها كده. الام. ممكن الام تكمل حياتها كلها زي امهات انا اعرفها عادي. خسرت بنتي، مش موجوده في 60 داهيه. مش حاسه خالص ان في مشكله ان بنتها مش معاها. لكن البنت هي اللي بتخسر، صدقيني. طبعا علاقه الاتنين فيها خسرانين. بالظبط، محدش كذاب. فلا، مهم جدا بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان العلاقه بين الام وبنتها بتبدا لما الام هي اللي تبدا مع بنتها، يعني لما الام هي اللي تبدا تصاحب بنتها، تبدا بخطوه ايجابيه ناحيه بنتها. يعني الام هي اللي عليها العامل مش طبعا البنت طبعا. بس. والبنت برضو اللي تعمل اللي عليها، تحاول مع الام مره واتنين وتلاته، تفهمها، تلفت نظرها، يمكن مش واخده بالها. بقى زي ما بقولك بقى في امهات صعبه وانت عارفه اكيد يعني ان في امهات صعبه ما بتقبلش كلام من بنتها. فبس يعني يحاولوا هما انهم يغيروا من نفسهم عشان بناتهم، ده اللي احنا نتمناه. النقطة رقم 5، تحمل المسؤولية، او المسؤولية زمان والمسؤولية دلوقتي. انا بالنسبة لي ان يعني الستات بتوع زمان يعني لا يعني هما متربيين اصلا على ايه ان هما هيكبروا في مسؤولية، يعني انا شايفة كده. مم. لكن المسؤولية في جيلنا احنا دلوقتي فبالنسبة لي مسؤولية صعبة جدا يعني بس احنا بنتكلم هنا مسؤولية في الجواز يعني، ولا مسؤولية لا، في ايه بالظبط؟ التربيه وفي البيت. ما انت بتبقي عايشه مع مامتك، مش كل البنات متحمله مسؤوليه. ده اولا. المدلعه بتطلع، والبنت النافره، في بنت تطلع نافره كده، تديها كل حاجه ومربيه البنتين زي بعض. بنت تتحمل المسؤوليه وتبقى عارفه الدور اللي واجب عليها في البيت، وبنت نافره رافضه أيوة. عنيده. هي كده لله في لله. دايما كل بيت هتلاقي البنت بتبقى دي. صغيرة، دايما بتبقى صغيرة. والله مش دايما. ليه؟ لان هي بتبقى شايفة اختها الكبيرة هي اللي بتعمل كل حاجة، فانا اعمل ايه؟ لا لا،
في اوقات بيبقى بقى جينات بقى طالعه لخالتها، طالعه لعمتها، طالعه لاي حد بقى في الدنيا. البنت النافره دي محتاجه سياسه، مش محتاجه ضرب، محتاجه سياسه، تاخديها بالراحه بالراحه بالراحه. لان لازم البنت لو مش شالتش مسؤوليه في بيت اهلها هتروح بيت جوزها هتبقى نفس الوضع. يعني هيدعوا على اللي ربتها. ايوه وبعدين بقى تحمل مسؤوليه مثلا في الشغل، ان البنت عايزه تثبت نفسها مثلا. الجيل ده بيتهيألي ان كلكم عندكم الحته دي، انكم عايزين تنزلوا وعايزين تشتغلوا وعايزين وهكذا يعني. يا ريت انا ارجع لشغلي يا ريت ترجع للبيت هنا، فاكره؟ يا ريت امتى ارجع امتى اتجوز؟ انا اما اتجوز مش هاجي عندكم تاني. ها قولي لهم كنت بتقولي ايه؟ محدش هيشوف وشي. دلوقتي ايه؟ كل يوم عايزه تيجي. بهرب بس اجي بهرب بسافر عشان اجي. يلا. يعني هنتكلم في موضوع شغل البنت اهم ولا بيتها اهم. طبعا زمان كانوا شايفين ان البنت ما ينفعش تشتغل، البنت ايه تتجوز وتقعد في البيت وتخدم ايه جوزها. مم. انا لفتره معينه بالنسبه لي انا لما كنت بشتغل، لاني كنت يعني كان شغلي صعب لحد ما، فكنت شايفه كده قوي ان انا ايه، لا البنت لا الست ما ينفعش تشتغل شغل. بس يعني لو رجع بيا الزمن يعني يرجع بيكي الزمن فين؟ انتي لسه واقفه في ر- الزمن اهو. لا رجع بيا الزمن للشغل، لان اه انا استقلت من الشغل ده واشتغلت في حته تاني واستقلت منها واعمل لكم فيديو واتجوزت. عن كده يا جماعه. اعمل لكم فيديو بعدين عن كده. اتجوزت. بعدين اتجوزت. بس لو رجع بيا الزمن طبعا يعني الشغل اهم. هتفضلي؟ لا مش افضل اهم، اشتغل. لا الشغل ممكن اهم. يمشوا مع بعض اه يعني. طبعا انت ما تهمني، انت اصلا من نفسها البنت الست المتجوزه مش بتعرف تهمل بيتها. مم. مش بتعرف. مم. ما ينفعش تقعد في حته مش نظيفه، ما ينفعش جوزها يبقى قاعد وسايباه جعان يعني. مش هتعرف. مم. بس طبعا الشغل مهم جدا يعني. مم. يعني انت لو بتشتغلي وهتتجوزي قريب اوعي تسيبي الشغل. نصيحه. بس دي نصيحه قدرات يا اسراء، لواحده. قدرات. لا لا دي قدرات، خلي بالك. في ست قدرتها وقدراتها انها يا دوبك على قد بيتها جوز عيالها، لو نزلت اشتغلت لا بيتها هيقع. دي قدرات، خلي بالك. يعني الموضوع ما يتعممش. لكن سواء يا جماعه سيبوا شغله. انا مع شغل البنت، انا بحب جدا البنت تشتغل، لكن لو الموضوع تعارض مع بيتها ومسؤوليتها وتربيه ولادها تقعد بيتها اهم. ايوه تشتغل اي حاجه من البيت. لكن تحقيق ذات وان انا لازم اثبت نفسي على حساب ايه؟ على حساب ولادك، هتبقي انسانه فاشله مهما نجحتي. هتكسر بيتها وولادها وانا انا بالنسبه لي البيت والولاد مفيش اهم من كده يعني. بالظبط. اه لان هي حياتها المستقبليه يعني بيتها وولادها امتدادها في وجوزها. الحياه يطلع بالظبط. بقى عوج، ولا يطلع عشان بالظبط. خاطر شويه فلوس ومناصب ملاش لازمه. بس نصيحه يا جماعه ما تسيبوش الشغل. بجد تعالوا على نفسكم، حاولوا وزن وظبطوا الدنيا هتتجننوا والله والله هم لو قدروا يوازنوا الدنيا، الست بعد الجواز قدرت توازن الدنيا وتبقى هنا تمام وهنا تمام، وبيتها محتاج انها تشتغل. يعني في رأي يقولك ايه؟ هو ملزم يشيل ويجيب ويصرف. قدري قدري ظروفه صعبة ومحتاج انتوا الاتنين تشتغلوا. هل اقول لا واقعد كل يوم اعمل مشاكل؟ انت ما بتصرفش، انت ما بتجيبش. طب دي قدراتي انت. هو مش فارض عليها. انا برفض الراجل اللي يفرض على يجي يتقدم لها يقول لها لازم تفضلي شغاله. لا ما تفرضش، بالظبط. انت مسؤول. انت أنا مالي. مسؤول. هي بقى حابه. هي ذوقيا منها حابه لا تساعد ايوه، وتشارك تمام. والاتنين اتفقوا ان احنا نشارك مع بعض، اهلا وسهلا. بس قدري بعد الجواز هو رافض انها يشتغل وظروفه على قده، تعمل ايه؟ رافض ان هي تشتغل. وهو ظروفه على قده، جايب اخره، هو مش مخلي. لا هي تحاول تتناقش معاه. هو لو شايفك انت نازله في شغل كويس، والشغل كل واحده مثلا محترمه يعني. في كله احترام. بالظبط وفي خصوصيه وكده. مش هيقولك حاجه، اصل هو رافض ليه؟ ما هو رافض لسبب، اعرفي السبب وحليه. في راجل بيبقى رافض ان الست اصلا تشتغل. خلاص يشيل الشيل انا مالي. ما هو ماشي، قدري هو ظروفه على قده، الست ما تستحملش. لا طبعا لازم تستحمل. امم تستحمل. تلاقي شغل من البيت. لان خلي بالك، تعمل اي حاجه من بقول البيت لك تساعد ايه، بيها. الزمن فوق وتحت. ممكن تقولي لي طبعا مثلا طبعا. من الاول واحده ما تتجوزش واحد ظروفه على قده، ممكن يجي لها يبقى شغال احسن شغلانه، بيجي بالظبط. بعد الجواز. بس مهم جدا طبعا البنت لما تيجي تختار ما تقولش ايه، يعني تختار واحد ظروفه كويسه. اه طبعا طبعا ده لازم. طبعا. ظروفه بقى لان وانت الماده متجوزاه. مهمه جدا. وانت متجوزاه بقى حصلت له مثلا مشكله ولا يوم تحت ويوم فوق، نستحمل. مم.
لكن ما تتجوزش واحد ادام احنا يعني بتقول بقى ايه، ما لازم تتجوزي واحد. قدري بقى هما بيحبوا بعض عن حب. لا لو بتحبوا بعض عن حب، الحب لا خلاص. بصي يعني انا شايفه ما خلي بالك المادة لو صعبة الحب مش هيبقى له مكان، هينط من الشباك. انتوا بس اهم حاجه ان انتوا تختاروا راجل بمعنى الكلمه، عشان الحياه بعد الجواز يعني صعبه طحن. فلازم يبقى معاكوا راجل دماغه كبيره، لان احنا كستات كل يوم هرموناتنا بتختلف، فانت لازم يبقى معاكي راجل يقدر يعديلك كل ده بس. وطبعا يبقى شغال شغلانه كويسه وبيقبض قبض كويس، في بقى من الهدايا، من الخروجات، من كده من كده. على الاقل خالص كمان عشان يعيشها في نفس المستوى اللي هي طالعه بيه من بيت اهلها، مش هنقول بالظبط. مستوى اعلى. لكن انت بتحبيه بقى وهو مستواه على قده، يعني انت اعلى منه وبتحبي واحد مثلا في مستوى قليل، فانت يعني ما حدش هينفعك، انت هتشربي يعني شربتك بقى. هتشربي شربتك بس، وهتعيش حياه زي الفل ان شاء الله. والله في الستات بتصبر بس يبقى في حب. عارفه لو في حب، ما يا جماعه يعني ما هو حب، لكن ما يبقاش يعني لكن زائد حاجه عشان يمشي. لا لكن ما ينفعش يبقى مثلا ظروفه ضيقه وقليل الادب ولسانه طويل وايديه طويله ويهينها ويضرب في رجاله كده وغصب عنها عايشه عشان ولادها. لا اصل كل ده بيبان يا جماعه قبل الجواز، فيعني لا في حاجات كتير قوي ما بتبانش. لا يعني ما ازاي يعني ما بيبانش ان هو قليل الادب ولسانه ازاي؟ يعني انت مخطوبه كام سنه؟ يعني مخطوبه سنه، سنه ونص، اتنين، ما فيش مشكله حصلت بينت لك كده؟ ما صدقش بصراحه. ما في بقى بتقول لك انا بقالي سنه ونص مخطوبه وانا هفشكل بقى دلوقتي ان شاء الله لا بعد الجواز هغيره. اه ما فيش اه حاجه بتتغير بعد الجواز. انت اللي هتتغيري شو. دمك اللي هيتغير بس. بس كده خلاص يا جماعه، الاسئله خلصت. وحابه اقول لكم ان احنا كل جيل ليه وجهه نظر، سواء جيل ماما وجيلي، بس احنا مش بنقول ان ده غلط وده صح، احنا بس خلي بالك احنا بنفتح موضوع الجيلين للنقاش. متفقين على خطوط عريضه. بالظبط. في حاجات كده أساسية لو هتجيبي جيل كمان 100 سنة هتلاقيه بيتكلم في نفس الأساسيات دي. فخلاص كده يا جماعة، احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. ان شاء الله الفيديو يكون افادكم. ولو اي بنت عندها اي سؤال او عندها اي اختلاف في وجهة نظر، عايزة تعرف مثلا رأينا، تكتبلي في الكومنتات واحنا هنرد عليها. إن شاء الله. عايز تقولي حاجة تانية يا ماما؟ أنا بشكر كل حبايبي وصحابي على إنهم داعمين لإسراء بنتي وواقفين جنبها. طبعا انتوا اخواتي وصحابي قبل أي حاجة. وانا سعيده جدا جدا وببقى مبسوطه قوي ما بطلع مع اسراء. واتمنى يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتسيبوا تعليق حلو كده لاسراء لو حابينها تتكلم في اي موضوع تاني. اشوفكم على الف خير في فيديو جاي باذن الله. يلا باي باي باي. باي مع السلامه.